سلفتي بتتريق عليا وعايزاني ارمي النيش بتاعي في الشارع. كل ده علشان ايه؟ شافتني وانا حاطه فيه الشوزات بتاعتي انا وجوزي وولادي، وبتقول لي هو انت عامله النيش جزامه؟ قلت لها اه. قالت لي ازاي ده بعد ما تخلصي بقى فيه الجزم بتاعتك دي هيبقى عايز يترمى في الشارع. قلت لها ازاي يعني؟ قالت لي انت ايه اللي مخليه النيش بتاعك جزامه؟ قلت لها انا الشقه التانية اللي كنت فيها قبل دي كانت كبيره وكان فيها جزمتين بس، ما عنديش مكان هنا في الشقه ديت للجزمات. الاول ده الفانوس بتاعي اللي كان جوزي جايبه لي رمضان اللي فات، لسه محتفظه بيه وهطلعه في الزينه بتاعه رمضان ده. ما علينا من الفانوس. المهم، انا لما جيت بقى نقلت الشقه ديت وجبت فيها اوضه السفره، جوزي بصراحه خاف ان هو ينقل الكاسات والكوبايات والحاجات اللي كانت في النيش، خاف لحسن تتكسر، وقال لي سيبيها لما نبقى نستقر نهائي في شقه تانية نبقى ايه نجيبها. فالنيش كده جه وكمان فاضي، فعملت الضلفه التانية اللي مش ظاهره ديت حطيت فيها الدفايات الشتوي وعملتها دولاب، والضلفه ديت عملتها جزامه لان انا ما جبتش جزامات. هتقولوا لي طب ما جبتش جزامه بلاستيك ليه من اللي بتحط قدام باب الشقه؟ هقول لكم لا، جبت واحده وحطيتها قدام باب الشقه ومصورها في فيديو قبل كده، بس حاطه فيها الحاجات اللي احنا